النهاردة هنتكلم عن كتاب محاط بالحمقى. الكتاب بيتكلم عن أنواع الشخصيات المختلفة، سواء شخصياتنا أو الشخصيات اللي احنا بنقابلها. الفكرة الأساسية في الكتاب احنا ليه أصلا بندرس أو بنعرف أنواع الشخصيات المختلفة. أي تعامل، أي تواصل بيبقى فيه طرفين طبيعي، إلا إن النقطة المهمة في الموضوع إن التواصل ما بيحصلش وفقا على شروطي أنا. بمعنى إن أنا لو في حاجة حابب أوصلها في تعامل، حابب أوصل فكرة، بتعامل مع حد في موقف، أي تفصيلة بيبقى فيها طرف آخر، التعامل بيحصل بناء على المتلقي مش على اللي بيتكلم. يعني أنت لو بتتعامل مع حد بيفهم اللي انت بتقوله بناء على معرفته، بناء على التحيزات بتاعته، بناء على تجربته وخبراته. فلو انت بتقول كلام شايف انه هو واضح ومفهوم وبيوضح رسالة معينة مفيش فيها كلامين، هو ممكن يفهمها بشكل تاني خالص، لان التواصل بيحصل حسب شروط المتلقي. واحنا لما بنبقى مش فاهمين بعض بيحصل صعوبات في التواصل وسوء فهم وحياتنا بتتعطل. فمهم بالنسبة لك غير ان انت تبقى عارف شخصيتك عشان تبقى عارف ايجابياتك وسلبياتك، تبقى عارف الشخصيات اللي حواليك عشان تعرف تتعامل معاهم وتوصل رسالتك صح بالشكل اللي يعبر عنك وكمان يخدمك. تساعد الناس ان هي تفهمك من خلال ان انت تعمل مساحة آمنة للفهم حسب شروطهم هم وحسب فهمهم هم. زي ما قلت ان احنا يبقى عندنا مرونة في التواصل مع شخصيات مش شبهنا. الكاتب قسم الشخصيات عن طريق الالوان، ففي الشخصية الحمراء والشخصية الصفراء والشخصية الزرقاء والشخصية الخضراء، وكل لون من الالوان دي بيعبر عن شخصية ليها مجموعة من الصفات المعينة. نقطة مهمة قبل ما نبتدي نتكلم، الصفات دي او الشخصيات دي او الالوان دي مفيش فيها حدود فاصلة. يعني ممكن بعض الناس يكون فيها نسبة مسيطرة على لون معين او على شخصية معينة، بس فيها بعض الصفات والخصائص من الشخصيات التانية او الالوان التانية. يعني صعب نلاقي شخصية حمراء صرفة او زرقاء صرفة او خضراء صرفة او صفراء صرف، الا ان احنا كلنا عبارة عن صفات ممكن تكون من اكتر من لون، بس اللي بيحكم مجموعة الصفات اللي بتكون مسيطرة فتدي الشخصية دي اللون ده أو السمة الغالبة دي. والبداية مع الشخصية الحمراء، الشخص اللي بيبقى كله طاقة وبيبقى كله حماس، الشخص القيادي الطموح اللي بينفعل بسرعة وعنده ثقة في نفسه وبياخد زمام المبادرة وبيتحمل المخاطر وبيقدر ياخد قرارات ويتحمل نتائجها. بنلاقيهم بيتكلموا بصوت عالي، ولو سألت سؤال هتلاقيه أول واحد يجاوب، وصريح صادق مع نفسه ودايما شايف نفسه فايز في كل حاجة، ما بيضيعش وقت وبيتنقل في حياته للخطوة التانية أسرع من أي حد. يحب التحدي والمهام الصعبة وشايف إن حدوده السما، عنده طاقة كبيرة وقدرة كبيرة جدا على الشغل أكتر من الطبيعي وأكتر من المعتاد. لما يكون مؤمن بحاجة قادر إن هو يحسسك إن دي الحقيقة الوحيدة الموجودة، عنده قدرة شديدة على الإقناع، مش بيخاف من القرارات الصعبة، دايما عنده القدرة إن هو يختار ويقرر الحاجة اللي بيتردد فيها أي شخص تاني. الشخصية الحمراء قادرة إن هي تاخد القرار بشكل حاسم وبيحس بالملل بسرعة، ومعظم رواد الأعمال والمديرين شخصيات حمراء. الشخص الأصفر، الشخص اللي عنده طاقة، بونبوناية المكان، أكتر شخص الناس تحب تكون حواليه وتبقى سعيدة وعندها طاقة إيجابية لما تكون موجودة معاه، متفائل ومرح ودايما بيضحك ويضحك الناس اللي حواليه، وده بيخلي إن الناس تحب إن هي تكون موجودة معاه وتسمع له. دايما بيضحك حتى لو مفيش أخبار سعيدة، ودايما بيضحك حتى لو عنده مشاكل، مسلي وبيتكلم طول الوقت ودايما عنده حاجة إيجابية بيقولها، يعرف إزاي يجذب الانتباه ووجوده في حد ذاته شيء لطيف. اللي بيميز كمان الشخصية الصفراء إن هم حساسين جدا وقراراتهم سريعة وبتعتمد على الحدس، ومشاعرهم بتكون صحيحة في أغلب الأحيان. يحب ينشئ العلاقات مع الناس اللي حواليه وسلوكه معدي في الابتهاج والسعادة، منفتحين وبيبقوا متحمسين إن هم يتكلموا عن مشاعرهم قدام الناس، طيبين وشايفين معظم الناس بصورة إيجابية، تفاؤلهم لا يقهر، وأكتر ناس عندها جهات اتصال على تليفوناتها، وأكتر ناس تعرف ناس، وليهم أصحاب ومعارف في كل مكان. عندهم فضول وبيبقوا عايزين يعرفوا كل حاجة بتحصل، بيركز على الفرص وبيقدر يلاقي حلول حتى لو الحلول دي أنت مش شايفها. يحب العمل الجماعي ومتفائل، بالنسبة لهم كل الأمور هتتحل مهما كانت صعبة ومهما كانت معقدة.
في كمان الشخصية الزرقاء، الشخص اللي دايما بيسعى للكمال، اللي يحب كل حاجة تكون مظبوطة بنسبة 100%، الناس اللي دايما بتحط الحاجة في مكانها، المنطقيين اللي ممكن يكرر الحاجة بنفس الطريقة عدد غير محدود مادام في الآخر بتبقى ناجحة معاه وتوصله للنتيجة اللي هو عايزها، واقعي وبيقيم الأخطار وعارف الأمور بتمشي إزاي، مهتم بالتفاصيل، ما بيتكلمش من غير داعي ومش بيقول لحد هو عارف إيه، حذر وما بيتخدعش بسهولة وبيفحص كل شيء بدقة متناهية، إلا إنه متواضع والجودة بتمثل له أهم حاجة في حياته. عشان كده نلاقي المهندسين فيهم كتير من السمات الزرقاء، والعقلية اليابانية فيها الكتير من السمات الزرقاء، محترم وصادق ومتواضع وصعب ان انت تكذب عليه وبيعمل الحاجة كما يجب. الشخصية الخضراء أكتر شخصية منتشرة، عبارة عن متوسط كل الألوان اللي قلناه، أكتر شخص متوازن، أكتر شخص هادي، أكتر شخص بسيط، ما بيحقدش على نجاحك، سهل التعامل ومتسامح ومتقبل التعامل مع كل أشكال الشخصيات التانية، طيب وممكن يهتم بيك أكتر من اهتمامه بنفسه وأكتر من اهتمامه بمصلحته، أفضل صديق في العالم، شاطر في العمل الجماعي وطيب لدرجة إن ممكن تخلي بعض الناس تستغله، ما بيحبش الصراع وبمجرد ما بيقول أنا هعمل الشيء الفلاني فعلا بيعمله وتعتمد عليه إن الشيء ده تم. بعد ما عرفنا أنواع الشخصيات كل واحد دلوقتي قادر يحدد شخصيته بنسبة كبيرة شبه لون إيه وإن هي فيها بعض السمات من الألوان التانية ولا لا، إلا إن المهم إن احنا نفهم إن مش كل الشخصيات صعبة عن قصد، ومع الفهم نقدر نتعامل مع كل الناس بذكاء ونقوي علاقاتنا ونحمي طاقتنا النفسية.